4 طرق لتخزين التوم، فيهم طريقتين امنين 100%، وطريقتين كمان بتنمو فيهم بكتيريا ضارة ممكن تسبب تسمم خطير. وكمان هقولك ازاي تمنع التوم من انه يفضى في التخزين بالعروش. يعني انت متخيل تخزن شوية توم ويجيلك تسمم؟ فصلوا على النبي كده، دي اهم حاجة في الفيديو، واعملوا لنا لايك واشتركوا في القناة هتستفادوا جدا. ويلا بينا اقول لكم الطريقة. موسم التوم بدأ، وده أنسب وقت للتخزين. وأنا بقلب في الفيديوهات كده على السوشيال ميديا لقيت طرق تخزين التوم كوارث بمعنى الكلمة. ناس بتشرح طرق تخزين توم ممكن تسبب لهم تسمم، وناس تانية بتخزن التوم بطرق غلط تماما. فقلنا لازم نعمل فيديو نوضح فيه الطرق الآمنة اللي ما بتجيبش تسمم، وكمان أعرفكم الطرق الغلط اللي ممكن تسبب مشاكل كبيرة جدا. فلو تعرفوا حد هيخزن توم قريب ابعتوله الفيديو ده. فيلا بينا نبدأ بأول طريقة من الأربعة، وهي التخزين بالعروش. والطريقة دي طبعا اكتر طرق انتشارا في التخزين، وبرضه الناس اللي بتخزن بالطريقه دي التوم بيفضى منها عشان بيعملوا حاجات صغيره كده غلط. واول حاجه هنعملها هنختار التوم المناسب، ولازم طبعا يكون سليم وما فيهوش حشرات ولا امراض ولا لفحات شمس ولا اجزاء محروقه. بعد كده هندخل على مرحله التجفيف الشمسي، او زي ما بنقولها بالبلدي كده هننشفه في الشمس. وبنحط التوم في الشمس وبنغطيه بعروشه. وطبعا في نسبه فقد طبيعيه في التوم المخزن بعروشه، ولو اتخزن بطريقه صح النسبه دي ممكن تقل، ولو اتخزن بطريقه غلط ممكن اصلا يفضى خالص وكأنك ما خزنتوش. واهم حاجة في طريقة التخزين بالعروش المكان اللي هنخزن فيه التوم. معظم الناس بتخزن التوم على السطوح او في البلكونة، وده غلط. الشمس والرطوبة والهواء بيخلوه يفضى بسرعة. طيب الحل ايه؟ خليك معايا وهقولك الحل ايه. اول حاجة المكان لازم يبقى مظلم وبعيد عن الشمس، يعني مش على السطوح ولا في البلكونة. تاني حاجة المكان ما يكونش فيه رطوبة او مية. تالت حاجة يكون المكان ده جيد التهوية، علشان كده اخترنا الأوضة دي. اول حاجة فيها شباك للتهوية. تاني حاجة علقنا التوم على الحيطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طبعا عشان يبقى بعيد عن الرطوبة. والمكان طبعا هيبقى مظلم، هتشوفوه دلوقتي. صلوا على النبي، دي اهم حاجة في الفيديو. ولو لسه ما عملتش لايك اعمل لنا لايك، ولو اول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة. ولو عندكم اي سؤال يخص الاغذية او التخزين اكتبوا لنا في الكومنتات وهنرد عليكم. وده كده الشكل النهائي، وهنا التخزين هيكون سليم 100% ومش هيفضى معاكم. وطبعا اهم حاجة ان يكون المكان بعيد عن الضوء او الشمس. وده كده الشكل النهائي. دي اضاءة صناعية بتاعتنا احنا بنصور بيها، هنفصلها دلوقتي ونشغل لكم فلاش الموبايل. خلصنا الطريقة دي، تعالى بقى ندخل على الطريقة التانية واللي نسبة الفقد فيها صفر. يعني لو خزنت كيلو توم هيفضل معاك لاخر الموسم كيلو، مش هيفضى منه حاجة خالص. فتعالى كده نبدأ بالمكونات. واول حاجة هنحتاجها طبعا هي التوم، وتاني حاجة معانا الخل، وتالت حاجة الملح، وطبعا سكينة واكياس تخزين. ويلا بينا نبدأ بالخطوات. اول حاجه طبعا هنقطع رؤوس الثوم من على العروش. عايز اقول لكم ان الترابيزه النهارده هتتنضف حوالي 50 مره. طبعا هنفصص التوم علشان يبقى سهل معانا في التقشير. من الطرق الغلط جدا وممكن تسبب تسمم. المشكله ان الطريقه دي منتشر ليها فيديوهات كتيره جدا على السوشيال ميديا. بيجيبوا التوم يفصصوه ويحطوا عليه زيت ويسيبوه في التلاجة، او حتى بيسيبوه بره في المطبخ عادي على درجه حراره الغرفه. تعال اقول لكم ليه ما ينفعش تخزنوا التوم بالطريقه دي. طبعا اقصد بالطريقه دي ان احنا بنحط التوم في برطمانات ونضيف عليه زيت. في بكتيريا اسمها كوليستريديوم بلاتيونيم، في الحاله الطبيعيه بتكون خامله وملهاش اضرار، لكن لو توفرت لها ظروف معينه بتنشط وتسبب تسمم خطير. والبكتيريا دي موجودة في التوم بتكون خاملة في حالة التوم في عروشه، لكن طبعا لو اتقشر وظهر حاجة من دول، يعني مثلا حرارة معتدلة زي حرارة الغرفة، او نسبة ملح قليلة، او حموضة قليلة. وطبعا الظروف دي كلها بتتوفر في طريقتين، اللي هو تخزين التوم في الزيت وتخزين التوم في التلاجة من تحت. حتى لو حطيت زيت زيتون برضو مش هينفع، الزيت هنا ملوش لازمة خالص. فبلاش الطريقتين دول. نرجع للطريقة الآمنة بتاعتنا، وهقولك ازاي نتغلب على البكتيريا دي. ولو حد عنده طريقة سهلة في التقشير يكتب لنا في الكومنتات. انا اسرع طريقة لقيتها هوريها لك دلوقتي.
دي اسرع طريقة عملناها بالمونتاج، لان اللي قشر التوم هنا الحاجة ربنا يبارك فيها. نرجع لموضوعنا، هنضيف لكل كيلو توم 40 جرام ملح وكمية مناسبة من الخل. في ناس هتقولك ان حفظ التوم بالتجميد مضر، طبعا هيبقى مضر لو ما عملناش الحاجات دي. البكتيريا الضارة اللي اتكلمنا عليها عايزة حرارة معتدلة، واحنا هنا هنستخدم التجميد، وكمان بتحتاج ملح قليل، واحنا هنا حطينا لكل كيلو توم 40 جرام ملح. وكمان بتحب الحموضة القليلة، واحنا هنا ضفنا الخل. يعني كده البيئة اللي هي هتنمو فيها احنا قضينا عليها، يبقى كده التخزين 100% سليم. هنبتدي ان احنا نفرم التوم في الكبة. طبعا لو لسه ما صلتوش على النبي مستنيين ايه؟ صلوا على النبي، دي اهم حاجة في الفيديو. خلصنا المرحلة دي، تعالى بقى ندخل على آخر مرحلة معانا، وهي مرحلة التعبئة. كيسك محكم الغلق، وهتبتدي انك تفرد فيه التوم. لو عايزين طريقة الاستخدام بعد التجميد اكتبوا لنا في الكومنتات. ولو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي واعملوا لنا لايك وسبسكرايب. انا المهندس كريم رجب، بحبكم جدا، سلام.